بصوا هو الحلقة قلبت صريخ ضحك، فلو عايزين تتبسطوا اتفرجوا لحد الآخر. وقف ارجع بالزمن كمان. مدور بقول لك قبل الفراعنه، ده قبل الفراعنه، ده ارجع كمان. حلو قوي، انزل لي موسيقى ويلا نبدا. ما قبل الفراعنه لغز حير انا جيت. انت مين يا عم؟ يعني انا سايب الحرب وحيد القطرين عشان اجيلك وانت مش عارفني. يا عم مين؟ انا قايل لك الحلقه الجايه يا عم مين؟ وبعدين توحيد قطرين ايه وحرب ايه؟ انا مش شايف في اي حد ورا، دي صحراء. سلامة النظر يا عم، سلامة النظر، دي مصر القاية ودي مصر السفلى، وبعدين الناس كلها بتبتدي بيا، انا مش جديد هلا، الناس كلها اول حلقه مينا موحد القطرين، نارمان موحد القطرين. عمرك شفت حد بيبتدي بحتشتسوت؟ مفيش. عدي علينا الاسبوع الجاي يا عم نور، عدي علينا الاسبوع الجاي. براحتك يا مجهود، بس انا بقول لك هتكسك نفسك، مش هتلاقي حاجه الحلقه الاولى ولا الثانيه وهترجع لي وانا مش هاجي. بقول لكم ايه، يلا هنبتدي، سيبكم منه. اهلا بيكم في حلقتنا الاولى من برنامج، احنا سمينا البرنامج، مش مهم اسم البرنامج دلوقتي. ما قبل الفراعنه هو موضوع شائك جدا، وانا بصراحه بدور فيه من زمان قوي وانا صغير. يعني انت مثلا لو كنت سالتني من 10 سنين ايه اللي حصل قبل الفراعنه كنت هقول لك هو الفراعنه دي مش كائنات فضائيه نازله بالهرم بتاعها؟ خلينا نبتدي من الاول. النهارده هنتكلم عن ما قبل الفراعنه. الملك مينا وحد القطرين. مين بينادي؟ مش قلت لك هترجع لي يا عم؟ يا عم لسه قلنا الحلقه الجايه. قلت بعد دخلة افاتار دي هتتزنق وتناديني. انت هم مش عارفين نتفرج على البرنامج يا عم. انا البرنامج، انا من غيري اصلا مفيش حاجه تقدموها. طيب ايه رايك مجهود بيتحداك يعمل 4 حلقات قبل ما انت تيجي؟ ايه التحدي الخسران من قبل ما يبدا ده؟ ايه يا عم الكلام ده؟ انا ما اعرفش ده مين اصلا. استنى انت يا مجهود، وفوق ال4 حلقات هيعمل كل يوم كبسوله تاريخيه من النهارده لغايه الحلقه ال5 اللي هنجيبك فيها. على فكره هو اصلا ما اعترضش، انت بتعلي على نفسك. وبعدين ايه كبسوله استنى انت يا تاريخية؟ مجهود، من النهارده لغايه 20 مارس كل يوم مجهود هينزل ريل على السوشيال ميديا يتكلم فيها عن حاجه حصلت قبل نارمر. ما يا اما انت كمان اسمك مجهود يا اما في حاجه غلط. وانا موافق، بس يكون في علمك يا مجهود انت لو ما عملتش الحاجات دي انا مش هاجي الحلقه ال5 اصلا، وشوف بقى هتعمل برنامج ازاي. طيب انا اقعد اتفرج هيعملوا ايه بقى؟ يا عم نارمر، انا شايف ان جيش الشمال بيحط على الجيش بتاعه، ويا تلحقوا يا اما لا في توقيت قطرين وانا غيره. طب سلام، انا دلوقتي يا كتير. ضحكت عليه ومشيته لك يا معلم. نسال الاسئله المهمه، انت مين يا انا ما اتبركت يا معلم، فاكر لما اتخرجت وقعدت اكتئبت وما كنتش لاقي شغل؟ اهو انا انت لو كنت كملت كده. الله لا يرجعها ايام. ليه بس يا عم؟ دي احلى عيشه، افلام على مصارعه على كوره وكل كوم، والبيتزا والبرجر حكايه. هو باين عليك. طب لقيت شغل بعد ده كله؟ اه يا عم عيب عليك، اخوك فود بلوجر قد الدنيا. يعني ما لقيتش شغل. ايه ده؟ هو انا مش هشتغل في ناسا ولا ايه؟ نيل انت كمان. خلونا نرجع للحلقه احسن. كنا بنقول ايه بقى؟ احنا هنتكلم على قبل الملك مينا. الحمد لله هنتكلم على قبل الملك مينا. الملك مينا كان سنة 3100 قبل الميلاد تقريبا. النهارده هنتكلم على 9000 قبل الميلاد، علشان تتخيل الرقم من وقتنا ده لوقت الملك مينا 5100 سنة. اللي هنتكلم عليهم دولت قبل الملك مينا ب 6000 سنة. نارمر كده يقف ويبص عليهم ورا كده ويقول لك ايه؟ دول بالنسبه لي انا القدماء المصريين. شاكرين يا عم مينا. عشان نعرف نتكلم على المرحلة دي لازم نتكلم الأول على دكتور فريد ويندورف. سنة 73 وسط ما احنا بنحارب في سينا والدنيا مدعكة هناك، في دكتور مهم جدا اسمه ويندورف خد مجموعة من الباحثين وطلع بيهم على الصحراء الغربية. طب ليه الصحراء الغربية يا عم ويندورف؟ ما انت عندك النيل كله مليان أسوان والأقصر والناس عمالة بتدور هناك وبتلاقي. هو قال لك لا، أنا هطلع على الصحراء الغربية عشان أدور على اللي قبل الفراعنة. عشان نفهم أكتر إيه رأيكم نسمع منه هو شخصيا؟ رحبوا معايا بدكتور فريد ويندورف. في حاجة يا دكتور ولا ايه؟ في واحد مش لابس حاجه من فوق ولابس جيبه من تحت طلع يجري كده. ولا يهمك يا دكتور، ده جاي غلط. احكي لنا يا دكتور، انت جيت مصر ليه؟ انا جيت اول مره سنه 62. مصر ساعتها قررت تبني السد العالي، فجيت عشان منقذ الاثار اللي في النوبه. يعني 73 ما كانتش اول مره؟ لا 73 كانت تاني مره. انا رجعت عشان نستكشف الصحراء الغربيه. تعال نبتدي قصه منوله. سنه 12500 قبل الميلاد لغايه سنه 5000 قبل الميلاد، ده كان عصر اسمه عصر الرطوبه الافريقي. ده اللي كان فيه امطار كتير في شمال افريقيا ومصر. بالظبط، وده كان مخلي نهر النيل فضلاته كتير، يعني ما كانش ينفع نزرع ونعيش عليه بسهوله، فكان الاسهل اننا نعيش في الصحراء لان الصحراء كانت خضراء ومليانه بحيرات. الف شكر يا دكتور. هو قال الصحراء كانت خضرا صح؟ يو انت مين انت كمان؟ معلش بس انت على الدكتور نسأل ايه انواع النباتات اللي كانت مزروعة هناك. قول لي انت مين الاول؟ اقول لك يا صاحبي، فاكر في تانية اعدادي في واد عزم عليك بسجارة؟ اه يا عم وما خدتهاش. انا بقى خدتها، ومن ساعتها وانا باخد بس.
كل ده عشان سيجاره؟ لا، ما هو دي كانت بداية بس. دلوقتي الحمد لله ما بشربهاش غير ملفوف. مش ناوي بقى تقولي انواع النباتات؟ مادور اقفل عليه، شكله تايه وهيتوهنا معاه. بالمناسبه دي ممكن اعرفكم على مادور. مادور هو اللي بيتحكم في الزمن، زي ما انتم شايفين مدخل اي حد من اي زمن علينا. هو حصلت له حادثه زمان ومن ساعتها هو ما بيقولش غير كلمه واحده: مادور. سلمتوا على مادور. يلا نرجع نتكلم على الصحراء الغربيه. واحنا بنتكلم على الصحراء الغربيه هنا احنا بنتكلم على اخر الجنوب. عارف اسوان؟ انزل كمان 300 كيلو تبقى في ابو سمبل، زود 100 كيلو هتبقى في نبته بلايه، ودي اهم بحيره موجوده في المنطقه ساعتها. وعشان تتخيل الدنيا كانت ماشيه ازاي زمان، فريق ويندورف في 30 سنه قدروا ان هم يرسموا الخريطه دي اهم البحيرات اللي جفت، وكمان اهم الابار اللي موجوده في المنطقه اللي الناس ممكن تتردد عليها لما الامطار الموسميه تجف. سنه 9250 انتهت فتره جفاف كبيره جدا، ومع بدايه الامطار البحيرات اتملت وابتدت الناس تيجي وتعيش حواليها. اول ناس جم يعيشوا حوالين البحيرات دي سميناهم ثقافه العدم. معانا هنا راجل من ثقافه العدم، نقول له اهلا وسهلا بيك. بص انت جاي في وقت مش تمام، فخلينا ننجز يا ريس. احنا بقى 3 شهور قاعدين على البحيره هنا زي الفل. المشكله ان البحيره جفت ولازم نتحرك. فشوف عايز ايه واسال بسرعه عشان نتكل على الله. طيب بسرعه يا سيدي، بتاكلوا ايه؟ شوف، اسهل حاجه هنا انك تبقى قاعد رجل على رجل وتلم لك شويه نباتات على شويه حبوب وتاكلهم. يعني نباتيين يعني. لا فيجيتيريان ايه؟ انا احب ادلع نفسي. انا قلت اقول لك على السهل الاول، انما انا احب اصحى الصبح بدري واطلع اصطاد، مره ارنب مره غزاله، حاجه كده حلوه ترم العظم. احلى شغل ده يا باشا. طيب بتطبخوها ازاي؟ احنا نعمل حفره في الارض، شويه حطب، نولع نار، واحلى حاجات مشويه على بدنك. يعني الفخار بتاعكوا ده للطبيخ؟ انا كنت فاكره للزينه. فخارين للزينه. انت عارف احنا سنه كام دلوقتي؟ طيب قول لي بقى تعملوا الفخار ده ازاي؟ يا عم احنا لازم نتحرك. صحيح، ما انت قاعد مشغل التكييف ومهوي على فخادك. لا، ملوش لازمه يا ريس. خلاص اتكل على الله وانا هكمل. عنيف قوي الراجل ده. سنة 1980 ويندورف اكتشف موقع مهم جدا. الموقع ده سماه E61. ليه، هو ويندورف اللي مسمي الموقع ولا فيفو؟ ده اللي انا كنت خايف منه. ليه بس كده يا زميلي؟ ده انا كنت ابتديت احبك. ما الارقام في الدنيا كتير، باحثين الاثار ما لقوش في الكون كله غير الرقم ده عشان يسموا بيه الموقع. انت زملكاوي ولا ايه يا معلم؟ يا اسطى، مش شايفني لابس الفانلة البيضة طول الوقت؟ ده نعني على الاخر. لحظه واحده، انت رجعت بالزمن ازاي؟ ايوه بقى، ولع الزمن يا عم ما تقولش. يخرب بيتك، انت مديله ايه؟ الاصطفة دي حديقة اسمها تايه في الزمن. بتعمل ايه عندك يا ابني انت؟ بتمشي في الزمن، محشي طاقة وعندي امل. بس يا عم ما تزعلش، انت مرضتش تقولي نوع نباتات، قلت اجي اشوف بنفسي. عندهم شوية حشائش هتعمل احلى اصطفة، هسميها نبتة بلية. انسى انسى انسى، ولا كأننا شفنا حاجة. تعالوا نرجع نتكلم عن موقع 61 مرة تانية ونكمل كلام على الصحراء الغربية. ده أهم موقع اكتشفناه لثقافة العدم، لأنه إدانا صورة واضحة عن هم كانوا عايشين إزاي. كانوا بيعيشوا في أكواخ صغيرة، لقينا 11 كوخ منهم، وده كان بيسهل عليهم الحركة لأنهم كانوا بيتحركوا كتير. الحقيقة إن المطرة كانت كتير لكن كانت موسمية، فكانوا بيضطروا يتحركوا ما بين البحيرات وبين الآبار. نرجع لموقع 61. الموقع كان فيه 10 أماكن يولعوا فيها نار عشان يسووا الأكل، ولقوا عظم حيوانات برية كتير، أهمهم زي ما الراجل قال لنا كده غزال وأرانب برية. نيجي بقى للفخار واللي يعتبر أهم نقطة فيهم كلهم. الفخار كان خشن عشان كانوا لسه بيتعلموا يحرقوا الطينة، وكانوا يخافوا يعملوه رفيع فيتكسر منهم. والأواني كانت صغيرة عشان كان الهدف إن احنا نسوي فيها الأكل بس. كمان كام ألف سنة هنلاقي إن الناس ابتدت تستخدمه في استخدامات تانية زي الزينة عالم فاضية. يلا يملك. احنا اسفين يا ريس. طب ليه الغلط؟ طيب اللي لاحظناه في موضوع الفخار ده ان هما كانوا فنانين، ورغم ان الامكانيات كانت على قدها الا انهم برضو صمموا ان هما يزخرفوا الفخار. وعشان احنا لسه بدائيين وكده فهم ابتدوا بان هما ينقطوا الفخار، بس كان عندهم مزاج ان النقط تطلع متساويه ومستقيمه، فاخترعوا الاله او الاداه اللي موجوده في الصوره ديت عشان يمشوا بيها على الفخار واحده واحده ويطلعوا الخطوط زي بعض. من اول سنه 7800 ابتدى يرجع الجفاف تاني. ساعتها الناس عاشت على الابار او اتحركوا ناحيه نهر النيل لان النهر فيضانته قلت وبقى ينفع يتعاش عليه، لغايه ما رجعت المطره تمطر تاني، ودي مرحله جديده خالص.
من سنة 7550 قبل الميلاد ولمدة 400 سنة المطرة رجعت تنزل تاني، بحيرات اتملت والناس ابتدت ترجع تاني. الناس اللي قعدت في الصحراء الفترة دي بنسميهم ثقافة الغراب. الفترة دي كانت المطرة فيها أقل بكتير من أيام العدم، وده خلى الناس تتحرك باستمرار بين الآبار اللي في الصحراء والبحيرة على حسب في مية في البحيرة ولا مفيش. إيه رأيكم نتكلم مع حد منهم؟ أهلا وسهلا. إيه ده؟ يا هلا اللي هنا. عايزين نبص يمين شمال كده يمكن نلاقي حد منهم. يا الله يا ولي الصابرين، مين ده كمان؟ لا بقى يا برو، دي واضحه زي الشمس. نورني يا برو. انا بيج ماج، انا انت لو كنت رحت طول فتره اشتراكك في الجيم. تصدق دي منطقيه، بس بالنسبه قصدك الشعر؟ بس ما تقولش شعر. الصحراء دي ليها قصه، انت استنى كام سنه كده وهتعرف القصه كلها لوحدك. الراجل ده بيفكرني في حد بس مش عايز اقول مين بالظبط. انت بتعمل ايه عندك يا عم بيج ماك؟ انا كنت بساعدهم ننقل حاجه من البحيره للابار، حاجه اخر فرهده يا برو. بينقلوا من على البحيره كتير؟ كل شويه البحيره جف ننقل عند الابار، البحيره ترجع نرجع هنا، حاجه اخر فرهده. بس سيبك انت تعرف اهميه تمرينه الرجل بالمشوار زي ده. وانت طبعا مهاوي من تحت. انا عندي حل. AWS. انا بطلت اتفاجئ، ولو عايز تقول انت مين قول، مش عايز براحتك برضه. انا ماك بيزوس. فاكر كورس رياده الاعمال اللي ما رحتوش عشان تروح حجز الخماسي؟ يعني انا لو ما رحتش حجز الكوره يومها كان زماني مليونير. الحياه اختيارات يا صديقي، ما علينا، ركز في المهم. AWS هي الحل. ازاي يعني؟ انت عارف احنا سنه كام؟ ايه لازمه الويب سيرفيسز او الكلاود سيرفيسز في الوقت ده؟ لا انت دماغك راحت فين؟ AWS يعني Ancient Water Services، خدمات توصيل ميه يعني. هي دي الفكره؟ AWS شغلانه السقه يعني؟ لا بص، بلاش السقه عشان اللي بيزعل. ركز معايا، الناس دي طالع عينها تدوير على ميه، احنا بقى هنعمل مخازن ميه. البحيره ممليه ناخد منها ميه، البحيره جفت الناس تيجي تاخد ميه من عندنا شويه ونعمل برايم ديليفري. حتى لما الميه تبقى موجوده في البحيره الناس دي هتفخد وتيجي تاخد من عندنا احنا ميه. هو ما دور اللي شرب السيجاره ولا انا اللي شربت السيجاره؟ بصوا احنا لو سيبنا نفسنا للناس دي احنا مش هنخلص. تعالوا نرجع نتكلم تاني عن ثقافه الغراب. الحقيقه احنا ما عندناش حاجات كتير قوي لقيناها عن ثقافه الغراب، وده ممكن يرجع لان هم كانوا بيتحركوا بعيد عن البحيره فترات طويله، او لان الفتره اصلا كانت 400 سنه بس دي فرصه كويسه ان انا احكي لكم فيها عن الزينه عامه ايام العدم والغراب. هما الاثنين كانوا زي بعض في موضوع الزينه. اللي في الصوره دي مجوهرات كانوا بيصنعوها من بيض النعام. المبهر في الموضوع ان هم كانوا بيحبوا يعملوها بمقاس معين، فعملوا قالب او مجرى زي اللي في الصوره دي، والمجوهرات كانت تدخل جواها وتمشي. لو ما دخلتش جواها يبقى هم مضطرين يحتوها ويصغروها تاني لغايه ما تدخل جواها. تفصيله بسيطه لكن بتقولك قد ايه هم كانوا موهوبين ومهتمين بالتفاصيل. نرجع تاني لثقافه الغراب. سنه 7150 حصل جفاف شديد جدا خلى الناس تتحرك ناحيه النيل او ناحيه الابار زي كل مره. انا عايزك تبتدي تحفظ معايا. الجفاف المره دي استمر 200 سنه لكنه انتهى بسلسله امطار قويه. سلسله امطار ما بقتش موسميه زي الاول لكن كانت تستمر فترات طويله، والبحيره كانت بتتملي فترات طويله جدا، ساعدت ان يكون في استقرار على البحيره. الاستقرار ده هيعمل واحده من اهم الثقافات اللي هنتكلم عليها النهارده. تعالوا نتكلم عن ثقافه الجرار. الوقت ده هيكون اكتر وقت فيه مطره في الصحراء كلها في العصر الحالي. باظ المشروع خساره، كان هيبقى احسن ستارت اب قبل التاريخ. الناس موجوده على البحيرات معظم السنه في استقرار، وده هيأثر عليهم بشكل كبير في حياتهم. الرسمه دي رسمها جوليان هيث واحنا عملنا لها انيميشن طبعا. الرسمه دي بتوضح الحياه الجديده اللي هم عايشينها. الناس بدات تحفر في الارض وتخزن حبوب، في حيوانات موجوده هنبتدي نربيها. الفخار ما بقاش للطبيخ بس، فمحتاجين فخار كتير ومحتاجينه يكون اكبر، ومن هنا جه اسم مرحله الجرار او ثقافه الجرار. الفخار هنا نلاقي ارفع وانعم، وده لان هم خلاص بقى عندهم مهاره ان هم يعملوه مش خايفين يتكسر منه. بما ان عندنا فخار كتير فاحنا محتاجين ننوع في انواع الزينه، ما نعملش بس نقط مستقيمه، لا كمان بنرسم رسومات مختلفه. ما احنا بقينا مستقرين وعندنا وقت خلاص، عالم فاضيه، هنبتدي نربي شويه حيوانات ومن وقت للتاني نطلع بيهم على الصحراء عشان ياكلوا. ومن هنا ابتدت فكره الرعي. مش موجوده هي بشكل اساسي لكن موجوده في حياتهم عامه. وبعدين في حد ينسى طعم الغزال الجميل، فمن وقت للتاني بنطلع نصطاد مره ارنب مره غزاله، حاجه كده حلوه ترم العاض. في المرحله دي الناس كانوا عاملين زي جوكر، تجميع حبوب تلاقي، صيد حيوانات تلاقي، تربيه مواشي تلاقي، بس لسه ما حدش فكر في الزراعه، لسه بدري على موضوع الزراعه. بتعمل ايه عندك يا مكبروت؟ حرام بقى. ده فود فيديو سريع كده لمرحله الجرار. يعني عندك مثلا الحبوب مطحونه 7 من 10، انما ده الغزال المشوي 10 من 10. يا جدعان هتبوظوا الزمن، انت لو اتمسكت دلوقتي مش هيحصل. بتسرق الاكل يا حرامي؟ اقف تعالى معايا يا حرامي، انا ما عملتش حاجه، ده فود ريفيو، ده انا بعمل لكم دعايه ببلاش. نهار اسود، الواد اتمسك، دول هينفخوه هناك. احسن عشان ما اسمعش كلامي. اوه ماي جاد، ده احلى ميم شفته من فتره. #جارهاد.
انا في حاجه كده شايفها وخايف اكون صح. والله ما ينفع. ما ينفع والله ما ينفع. في حدا؟ يا بنتي انت حرام عليك، انت مين يا بنتي؟ باخده؟ ما انت لو مهتم كنت عرفت لوحدك. يا لهوي. انا اصلا قايلك في زمن تاني بس انت مش بتسمعني. انا اول مره اشوفك. طيب انا هقولك تاني بس اسمعني كويس، ما هو مش كل مره هقولك وتنسى. سي تري دور. وقت الحلقه يا امي، وقت الحلقه، يلا. انا انت بس ما فيهاش بس، ما ينفعش. شكلك مش بتسمعها فعلا يا صاحبي. قول له المره اللي فاتت قابلته بعد سقوط نيزك، يعني مفيش حدا في الكوكب كله يعملها ومع ذلك ما سمعنيش برضه. طيب هسمعك المره دي، قولي لي. برومي؟ وعد. شوف بقى 100 مره اقولك اسمها برومي وبرضه بتقول وعد. يا بنتي خلاصي، انا كل الافكار الشمال عدت قدام عيني كده. لا مؤاخذة يا مجهود، هي فكرة واحدة شمال وماشية في دماغنا كلنا دلوقتي. انا كوين ماجي فاشونيستا والسوشيال انفلونسر. انا انت لو الحمل كان طلع بنت. الحمد لله. يعني ايه الكلام ده؟ وانا مالي؟ يعني انا كنت دكتور ولا عامله دكتوراه في الجينات ولا عامله اي حاجه تانية؟ بس يا بنتي لوك وقت الحلقه انجزي، جيبي من الاخر. شفت؟ ده الستوري تديني 60 ثانيه، انت حتى مش راضي تديني نصهم. الموضوع بسيط بس انتوا اللي جهلة. مين دي كمان؟ أنا دكتور ماجدة. إحنا أنت بس لو الحمل كان بنت، أصله الفرق كروموزوم، لو XY يبقى ولد، لو XX يبقى بنت. هي دكتورة ولا شغالة في البورصة؟ عشان أنا مش فاهم بصراحة. الباشمهندس اللي بيحلو كرميها كنت عليه. لا كده تبقى دكتورة. جونيور اجري انت يا صاحبي، انا اجريها لك. رجولة يا صاحبي. انا حاسس ان انا في السيرك، انا نسيت احنا كنا بنتكلم عن ايه. تعالوا نرجع نتكلم عن الجرار. صح، الجرار. اهم حاجه بتميز المرحله دي هي دفن الموتى. لقينا كذا مقبره كانوا بيدفنوا كل واحد لوحده وبيدفن معاه خزف معمول من بيض النعام، عارفينه ده. المميز انه كان دايما مدفون في وضعيه القرفصاء ونايم على جنبه اليمين، فده يورينا قد ايه ابتدى يبقى فيه تقاليد للدفنه. فبتلاقيهم دافنينه بطريقه معينه، محطوط معاه حاجات معينه. هي مش ذهب لكن في الاخر هي دي المجوهرات اللي كانت موجوده ساعتها. وبنهايه مرحله الجرار بيجي ايه؟ قول بقى، ما انت المفروض حفظت خلاص. مرحلة جفاف جديدة. المطر الموسمية رجعت، فاحنا بين الآبار وبين البحيرة. والمرحلة دي بيميزها ايه؟ باينة من اسمها، رعاة الغنم. ابتدى يبقى فيه راعي غنم. طب ما كان في راعي غنم في مرحلة الجراف. ده انت مكمل معانا بقى، بس دي نقطة حلوة، برافو عليك. ده معناه ان انت مركز. راعي الغنم هنا كان حاجة يومية، بس لسه برضو بنطحن حبوب وبنصطاد غزال عشان خاطر الراجل الكبار اللي بيحب الغزال، وبنعمل فخار وخزف برضو، بس ما اتغيرش كتير عن مرحلة الجرار. والمرحلة دي ما طولتش 400 سنة ورجع تاني الجفاف. لكن المرحلة دي مهدت للمرحلة الجاية اللي هي أهم مرحلة في الصحراء الغربية كلها، مرحلة رعاة البقر. اسوء يا خفان. ماله ده أنا ما صدقت أخلص مرحلة من غير أي دوشة. أنا عندي دليل الناس دي فضائيين وبتشد كلها. انت مين يا ابني؟ يا ريس انا المذيع اللي انت بعتك ايه؟ بعتك؟ انا ما بعتش حد. تلاقيك نسيت. مش مهم دلوقتي، ركز معايا. انا عندي دليل ان الناس دي فضائيين. معلش يا مود، انت استنى بالعقل كده يا صديق. فضائيين دي تتقال على ناس بنوا هرم، حاجه مستحيله. انما دول عملوا ايه؟ استنى بس انا اثبت لك. معانا شاهد عيان من موقع الحادث. قول لي يا ابني ايه اللي حصل؟ عسل يا باشا، انا كنت ماشي في امان الله وفجأة انت تاني يا ابني؟ اسمع مني بس، انا اللي شفته مش شوية. انا ماشي في حالي زي اي انسان ماشي، بتأمل في الطبيعة وبشرب الجوب بتاعي، لقيت واحد طلع عليا وبيحاول يسرقك في الزمن ده؟ انتوا عارفين احنا سنة كام يا جدعان؟ وبعدين يسرق منك ايه؟ كان عايز يسرق الجوب بتاعي، ضربته ما بينزلش دم سعادتك، خدته ورميته من فوق سطح البيت ما حصلوش حاجة، خدته وطلعت فوق سطح البيت تاني ورميته من فوق ما حصلوش حاجة، نزل سليم زي ما هو. يعني انت رميته من فوق سطح البيت ده ما جرالوش حاجة؟ كائنات فضائية سعادتك مش هزار. الله يخرب بيتك، كوكا رميته من فوق. لا بقول لك، انت عايز تاكل العرق ولا ايه؟ اصحى يابا، فين ال 20 جنيه؟ مش وقته بقى، هتفضحنا يا اخي. يابا قدر تتقدر، انا عايز ال 20 جنيه وقت. هم 10 جنيه بس. يلا بينا على رعاة البقر، يلا بينا. يلي يا ترى حود على المالح، يلي يا ترى حود على المالح، وسطي بيوجعني هيل
رايحه بينا على فين يا فنان؟ انت مش سامع ده أغنية ولا ايه؟ البحيرة جفت سنة 20. طيب جاي لنا سؤال روش من واحد من الجمهور وبيقول لو في حاجة من الزمن الحديث عايزاها بس لازم تكون حاجة واحدة بس، هتكون ايه؟ حلو السؤال ده، بس انا لو هنزل مصر هروح. تنزلي مصر؟ انت ليه محسنك فاتن حمامه في قفاه وقراني؟ انت في سنه 5000 قبل الميلاد، يعني تقريبا في 70 قرن بيننا وبين بعض. طب اقول ايه طه؟ قولي لو هسافر بالزمن مثلا. يعني ايه يا اخويا سافر بالزمن دي؟ تصدقي انت صح، انا بقول ايه لمين؟ لو هتنزلي مصر دلوقتي هتعملي ايه اول حاجه؟ هشوف دكتور سنين، حكي الواحد يا اخويا اسنانه وجعاه قوي. خلاص اتفضلي انت يا فنانه، مش عايزين نعطلك. وتوتا توتا توتا وانا تخلص الحدوته. مفيش فايده. لو كنت سبت لي الحوار الصحفي ده كنت عملت حوار صحفي احسن منه 100 مره. نرجع لموضوعنا. رعاة البقر 800 سنه، الناس هنا اتطورت بشكل كبير جدا. احنا نعرف عن رعاة البقر اكتر من اي فتره تانية في الصحراء الغربيه، وبالمناسبه الباحثين كمان اتطوروا. يعني لما لقوا موقع سموه E758 قال لك رقم بعيد كده صعب حد يزعل منه. ودي ناس بكفى. ما علينا. المطره ما كانتش كتير، كان بيحصل جفاف في البحيرات من وقت للتاني، لكن المره دي احنا اتعلمنا الرعي. بس اللي زاد في الفتره دي عن اي فتره تانية هسيبك انت تقولها، الابقار. البقر زاد بشكل كبير جدا في الفتره دي، والباحثين بيقولوا ان مع حركه الناس المستمره البقر بقى بيساعدهم في ان هم ينقلوا حاجاتهم. كده اريح برضه. لسه الناس بتصطاد غزال وارانب زي ما هي. وخليني ارجع واقول لك ليه فاتن حمامه بتاعتنا اسنانها كانت توجعها. ليه يا اخويا؟ المقابر اللي لقينا الناس اللي مدفونه جواها سنانهم فيها تآكل كبير. حتى الناس اللي اعمارهم ما بين 25 30 سنه كان عندهم المشكله دي. الباحثين شايفين ان وسط ما الناس بتطحن الحبوب، التراب اللي طالع من الحجر بيختلط بالحبوب. ايوه انا شفت الفيلم ده قبل كده. تراب الماس اكيد هيموت. يا عم ده مش تراب ماس، ده تراب حجر عادي جدا، بس تراب الحجاره دي كان بياكل اسنانهم مع الوقت. والحقيقه ان اللي بياكد الكلام ده اننا لقينا عندهم مطاحن حجريه اكتر من اي وقت تاني، وده معناه برضو ان الحبوب لسه جزء اساسي من حياتهم، ويمكن جزء اساسي من حياتهم اكتر من مرحله قبلها اللي هي مرحله رعي الغنم. نرجع للحاجه المهمه واللي ما ينفعش نعدي مرحله من غير ما نتكلم عليها، الفخار. المره دي الفخار مبهر، اتغير تماما، حاجه فوق العظمه. الفخار بقى رفيع جدا وبقوا بيتحكموا في اللون بتاعه. بموت في التلوين. هما كانوا بيستخدموا الوان زيت مثلا او ميك اب، ولا كانوا بيستخدموا ايه؟ لا ولا الوان ولا ميك اب، احنا في العصر الحجري. الفخار هو عباره عن طينه بتتحط على النار فتستوي، فاللي حصل ان هم بقوا بيتحكموا في الحرق، فيقدروا يطلعوا الوان فاتحه والوان غامقه، فبيطلع فيه جزء اسود وجزء احمر. بعد كده بيشكلوه بايديهم، وبعد كده بعد ما يطلع خالص بيلمعوه وينعموه. تطور كبير جدا. الباحثين شايفين ان ده ممكن يكون ليه بعد ديني، يعني اللون الاحمر والاسود دول عاملين زي السماء والارض او الحياه والموت. فالجانب الديني ابتدى ياثر على الجانب الفني، وطالما ابتدينا نتكلم في الجانب الديني يبقى لازم نتكلم عن اهم اكتشاف مش بس في مرحله رعاة البقر لكن في مرحله الصحراء الغربيه كلها. معلش يا موجود، كان لازم اقفك. عندنا خبر عاجل، في تجمع كبير جدا واقف في صف ومش عارفين واقفين ليه. الاشاعات ابتدت تطلع كتير، واليكم بعض الاشاعات. ممكن مثلا البنزين هيغلى؟ اكيد بيشتروا حاجه الهالوين. ده اكيد عشان الايفون الجديد نزل. دول اكيد بيقدموا على نلحق. تكونش نتيجة الانتخابات. مدور. ممكن يكون عيد مثلا عندهم. ده اكيد الواي بروتين الناقص في السوق نزل تاني، اما اروح اقف معاه. طيب الحمد لله احنا قدرنا نوصل لواحد من رعاة البقر اللي واقف في الصف، وبنساله انت واقف بتعمل ايه هنا وايه اللي بيحصل بالظبط. في واحد قدام بيوزع حاجات بتعمل دماغ عاليه اخر حاجه، وبياخد قصادها فخار او خرز. ومعاكوا عشان نكتشف الحقيقه بتاعه الناس دي اكتر ونشوف ايه اللي بيحصل بالظبط. وقرب قرب 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 وجرب، وانسى همومك يا راعي البقر، وانسى همومك يا راعية البقر. ليه بس كده بقت تجار؟ مجهود انت بايس. حاسس وجع في الكتف الشمال؟ اضحك كده. لا بسيط، دي بوادر جلطة ما تقلقش. يعني الفيلم الاستفا اللي معايا يمكن يتحسن. معاك يا صاحبي. انا سميتها جنون البقر، انما ايه استفا حكايه. بقول لك جلطه. هو ينسى كل حاجه دلوقتي لوحده. بقول لك ايه، لف لي واحده من البتاعه دي. ارمي ياض النجيله اللي في ايدك دي. هو سؤال وهموت واساله، ايه ده؟ يعني دي بقره بقرنين ولا ده راجل بقرنين ولا ايه ده بالظبط؟ وبعدين ايه طابور الدرايف ثرو الطويل ده اللي ما فيهوش بني ادم، كله بقر؟ ايه البقره هي اللي هتقضي منك؟ هي الميزانيه اللي على قدها، لعني ليه؟ طبعا انت مديله 20 جنيه. لا يا عم المره دي واخد 25. انا واخد ال 20 جنيه بتاعتي عادي، بس لسه الشاهد ومهندس الاي. يعني انت حيوان واخد 20 جنيه ومديني 5 جنيه؟ انتوا خدتوا فلوس؟ ده انت فاهمني ان مشروع مهم هيفيدني لما احطها على السي في. مهندس اي ده فاشل، انا عارفه بقول لك ده فاشل. وبعدين ايه ده؟ انت كده اتنكرت يعني؟ بقول لك مديني 5 جنيه، كتر خيري اصلا ان انا عملت ده كله. الحلقه باظت، مفيش بني ادم هياخدنا جد بعد كده.
ده كان برنامج محترم يا ولاد صديقي المشاهد. كنا بنقول ايه؟ كنا بنتكلم عن اهم اكتشاف اكتشفناه عن مرحله جنون البقر، قصدي رعاة البقر، الدايره الحجريه. الدايره الحجريه هي عباره عن مجموعه من الحجاره مرصوصه على شكل دائري قطرها تقريبا 4 متر. عن طريق الحجاره دي قدروا ان هم يعرفوا مواسم المطر، مواسم الجفاف اللي هو الشتاء والصيف، عن طريق اماكن شروق الشمس، وعن طريق الضله اللي الشمس بتعملها للحجاره دي. من المحتمل برضو ان هم كانوا بيتابعوا النجوم بالليل باستخدام الحجاره دي، وده يخليها اول مرصد فلكي تقريبا في التاريخ. هو مش اول مرصد فلكي في التاريخ، هو ستون هنج اللي في انجلترا، دول بيتعاملوا معاه على انه واحد من اهم الاثار هناك زيه زي الاهرامات عندنا كده. ده سؤال جميل يا عم بيزوس. ستون هنج هو واحد من اشهر الدوائر الحجريه والمراصد الفلكيه في التاريخ، لكن نبته بلايه قبليه تقريبا ب 2000 سنه. ستون هنج مشهور اكتر لان حجمه كبير وهو مبهر اكتر واكتشفناه في الاول، لكن فكره ان كان موجود في نبته بلايه قبل ستون هنج ب 2000 سنه اول مرصد فلكي في التاريخ، دي حاجه مبهره جدا. المهم جدا بالنسبه لي في المنطقه دي ان هم مش بس اكتشفوا الدائره الحجريه، لا هم كمان لقوا في وسط الاحجار بتاعت الدائره الحجريه حجر كبير منقوش على شكل بقره حجمه 3 طن، وده هيغير مفهومنا تماما عن المرحله الاخيره من رعاة البقر. رعاة البقر ما بقوش مجرد جماعين حبوب وصيادين، لا دول بقوا مجتمع كامل عنده افكاره الدينيه وعنده طقوس بيمارسها. الباحثين بيقولوا ان هم عشان يقطعوا حجر زي اللي اتعمل منه البقره الحجريه بالحجم ده وبالوزن ده، محتاجين ان هم يروحوا الجبال اللي هي بعيده كيلوات كتير عنهم، وينظموا نفسهم بحيث ان هم يقطعوه من الجبل وبعد كده يشدوه ده كله. فمحتاجين يعملوا حبل من جلود الماعز تقريبا، وبعد كده ياخدوه ويشكلوه ويحطوه في وسط الدائره الحجريه. وده معناه ان في ناس راحت جمعت حبوب واصطادت زياده عشان الناس اللي ما بتدورش على اكل. وده من اهم سمات المجتمع الجديد، ان انت مش محتاج تدور على اكلك بنفسك، لكن في مهام بتتوزع. طالما في مهام بتتوزع ده معناه ان في سلطه. السلطة دي غالبا بتبقى في ايد شيخ القبيلة او واحد من اكبر الناس اللي في القبيلة اللي الناس بتحترمهم. وبهنا تنتهي مرحلة رعاة البقر عشان تبتدي مرحلة جديدة خالص. وسع، احنا جديد يلا. جديد، نار وحجارة. احنا لسه في العصر الحجري؟ لا، حجري عن حجري يفرق، احنا اثر الحجري خالص. اذا كان كده ماشي. اهلا، ممكن تعرفنا بنفسك؟ انا شيخ القبيله، تقدر تعتبرني كده زي الراجل اللي جوز حزلقوم بنت. انا شايفك مبتسم ومقبل على الحياه، ممكن تقول لنا سر ابتسامتك الحلوه؟ اصلنا لسه مخلصين احتفال كبير، تقدر تقول عليه كده زي المولف عندكم. طيب ما فرصه حلوه كده تحكي لنا عن الاحتفال الجميل ده. احكي لك. احنا بنتجمع كلنا عند الدائرة الحجرية جنب البحيرة، بنبتدي كده بشوية طقوس تكريم للجدود وتقديس للآلهة. النهاردة عقبال عندكم عندنا واد كبر وهيطلع يصطاد مع أبوه، فعشان نرضي الآلهة قبل ما الواد يروح يصطاد ذبحنا لنا كام خروف وقدمناهم للآلهة. بس الواد ألبومه كان مرعوب، فعملنا له ممر شرفي زي اللي باريس كده عمله لميسي لما كسب كاس العالم. الواد مشي في الممر وبعد كده دخل الدائرة الحجرية، باركناه وطلع يصطاد مع أبوه النهاردة. الحقيقة ان الاحتفال بالولد بالطريقة دي حاجة من تخيلي انا، لكن احنا ما نعرفش ايه الطقوس اللي كانوا بيعملوها في الدائرة الحجرية، لكن اللي متأكدين منه ان الفكر الديني اتطور بشكل كبير جدا عند بناة الاصنام. مجرد بقرة واحدة ايام رعاة البقر لحجارة كتير بآلهة مختلفة، مش مجرد بقرة واحدة. بالمناسبة بناة الاصنام ده مش ترجمة او اسم من دماغي، لكن هي دي نفس الاسماء بالانجلش. ويندورف كان بيخلي البدو المصريين هم اللي يختاروا الاسماء. وبالمناسبة العدم دي منطقة موجودة هناك، البدو قرروا ان هم يسموا الثقافة دي على اسم المنطقة. واكيد لما ويندورف سألهم نسمي المرحلة دي ايه، قالوا له بناة الاصنام، لان احنا لقينا اصنام وحجارة عندهم. تاني حاجة بتميز المرحلة دي هي دفن الموتى. سنة 2002 فريق ويندورف رجع تاني ونزل 50 كيلو تحت نبتة بلاية تقريبا قرب حدود السودان على طول. اكتشفوا منطقة جبل رملة، واهم حاجة لو هناك هي منطقة مقابر. منطقة المقابر دي بتقول لنا قد ايه ان الدفنة اتطورت وبقى ليها طقوس معينة. واحدة من اهم الملاحظات اللي لاحظناها في المقابر دي ان هم بقى عندهم طقوس، منها ان لو حد مات وهم بعيد عن المقبرة، مثلا كان في منطقة الابار، بيستنوا ويشيلوا الجثمان بتاعه ويستنوا لغاية ما يروحوا للمقبرة بعدها باسابيع وساعات بشهور ويدفنوه هناك. وده معناه ان مكان الدفنة بقى مهم جدا بالنسبة لهم. المقابر نفسها اتطورت جدا، ولما نبص على المقابر كده نحس قد ايه احنا قربنا من الفراعنة. احنا لسه ما اكتشفناش الذهب، فمش هتلاقي ذهب جوه المقبرة، لكن احنا بنحط
هنحط حاجات كتيرة في المقبرة دلوقتي. أول ملحوظة هنا هي إن المدفون نايم في وضعية القرفصاء على جنبه اليمين زي أيام الجرار كده. المقبرة فيها فخار ومجوهرات أكتر من أيام الجرار، وتقدر كده من الحاجات اللي مدفونة تقول إن ابتدينا نقرب من فكرة الحياة بعد الموت، أو على الأقل إن في أفكار بعد الموت. المهم نلف ونرجع للفخار والمجوهرات. الفخار اتطور جدا زي ما انتم شايفين، ابتدى ياخد شكل مختلف، التزيين بقى معقد أكتر. بالنسبة بقى للمجوهرات هي كمان ابتدت كميتها تبقى أكتر وتفاصيلها معقدة أكتر من الأول. المهم إن في التطور من الجرار لبناة الأصنام للفراعنة تقدر تقول إن الفكر بيتطور، بس تحسه ماشي في خط مستقيم أو خط واحد بيتطور مبني على اللي قبله. آخر حاجة هي بالنسبة لي أكتر حاجة مبهرة. ماك جونيور بتعمل ايه عندك؟ الناس دي جامده جدا، دول استخدموا جلود عشان يعملوا حبال نقدر بيها نحرك الحجاره من هنا عند الجبل للبحيره. ممكن يعملوا الحبال من جلود الحيوانات، وممكن برضو من الاعشاب او الياف النحل. ايه ده؟ عرفت منين؟ فكرني. خلاص بقى دكتور رجلها وجعت من كتر الجري. سيبك منها وقول لي انت بتعمل ايه عندك؟ انا حاسس بنظريه مؤامره كده بتتعمل من ورايا. بساعدهم يا سيدي يكسروا الجبل بعشوائيه وممكن يقع عليهم. يا ابني سيبهم، هم عارفين بيعملوا ايه. استنى بس، انا حاسب معامل الامان. معامل الامان بيساوي القوه على الحنج. الولد ده شكله عبقري. الله على اولادك يا مصر. الكلام ده صح على فكره، ابروف. ده باين انه هيعملها ولا ايه؟ انا جيت اساعدك يا عبقري. بوش ولا بول النهارده؟ بول يا دباره. ايه ده؟ الله، انا متحمسه قوي. اجمد يا وحش. أحي العيال راحت. كان نفسي اقوم اساعدهم بس كويس اني ما قمتش. ازاي ده حصل؟ ده انا حاسب معامل الامان 1.01. 1.01 ده لو واحد عطس الجبل هيقع. #old failures. هو فين؟ هي الاصطفة دي قلبة بخيالات ولا أنا بيتهيألي؟ بيجو، انت لو مشيت اخر الطريق اللي وراك ده هتلاقيه واقف قدام النافوره. يلا خلينا نخلص. ايه ده؟ يعني مش أنا بس اللي شايفه؟ الحمد لله. أنا ما بقتش عايزة أنزل مصر. عندك حق، احنا اسفين يا ست فاتن، انا عايز الارض تنشق وتبلعني. اقفل يا مدور على الناس دي كلها، ما اسمعش صوتهم لاخر الحلقه. آخر حاجة هي بالنسبة لي أكتر حاجة مبهرة هي دفن الأطفال حديثي الولادة والأجنة. سنة 2009 فريق بولندي نزل تحت جبل رملة بكمان كام كيلو. الحتة دي سموها بيليو ليك. واضح كده ان البدو مبقوش هم اللي بيسموا الحاجه خلاص. الحتة دي هنلاقي فيها أول مقبرة أطفال أجنة في التاريخ. مدفون في المقابر دي 42 شخص، منهم أطفال أجنة مولودين قبل ما يكتملوا النمو، ومنهم اللي عنده سنة 3 سنين لغاية 6 سنين. ودي ظاهرة ما شفناش زيها في العصر الحجري في أي حتة تانية، مش في مصر بس. يا عم انت بتفكرني ليه؟ ده احنا ما صدقنا نفرح. كل كام يوم واد يعلم على الارض ميت ولا ست تسقط، ناخدهم ندفنوهم، ما هم ولادنا برضو. بعدها بحوالي 2500 سنة هنلاقي في مقبرة توت عنخ آمون 2 أجنة. دول كانوا بناته الاتنين اللي اتولدوا قبل النمو وماتوا. ممكن تكون صدفة وممكن تكون هي نفس الأفكار اتطورت وكبرت أيام الفراعنة. التطور اللي شفناه في الصحراء النهاردة بيأكد إن الفراعنة مش صحراء ولا هم aliens جايين من كوكب تاني، لكن هم جم نتيجة تطور حصل على مدار آلاف السنين. التطور ده حول الفخار البسيط الخشن لفخار ناعم متلون ومتزخرف، وحول الخزف البسيط لعقد مليان أشكال مختلفة. وفي يوم من الأيام مع اكتشاف الذهب هندفن ذهب في المقابر، وبدل المقبرة الصغيرة هنبني مصطبة، وبدل المصطبة الواحدة هنبني كذا مصطبة فوق بعض. بعد كده نعمل الهرم. كل ده ممكن يكون ابتدى في الصحراء، وهتكمل عليه ثقافات زي الفيوم ونقادة اللي هنتكلم عليهم الحلقة الجاية. ورغم ان هما ما سابوش آثار من ذهب، لكن اللي لقيناه مبهر كفاية يخلينا نتكلم عليهم ونعرفهم. مش قلت لك يا صاحبي الاتجار اخرته وحشه؟ 420 ده رمز المقاومة. يوم 20 إبريل الاحتجاج ضد السلطة عشان تقنين الماريجوانا. برافو عليك، ده طلع صاحب قضية. لو انت الصدق هو حرفيا بيتعمل له قضية دلوقتي. طيب ده احنا حتى ما عرفناش اسمك، قول لنا اسمك يا صاحبي. هات 20 جنيه وانا اقول لك. انه بني ادم بالغباء ده لازم يتمسك بصراحه. خلاص يا بطل، احنا هنسميك 420 لغاية ما ترجع بالسلامة وتقول لنا اسمك. تمشي برضه، هو كان كل شويه يقول لي عايز 20 جنيه. على فكرة الماريجوانا بيزنس كويس أوي، لينا قاعدة بعد ما تطلع من السجن. استنونا الحلقة الجاية عشان نتكلم على ممالك الشمال قبل توحيد القطرين، والحلقة اللي بعدها نتكلم على ممالك الجنوب، ونختم في الآخر خالص بتوحيد القطرين.